السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ والله احنا النهارده بقى زهقنا من الاكل وقلت عايزه اعمل حاجه، يعني تغيير شويه. كان عندنا ضيفه فقلت لها يلا قومي نعمل خلية نحل. فعملت لي خلية نحل، ميني خلية نحل، اصغر خلية نحل موجوده. طبعا العجينه بسيطه وسهله، مش محتاجه حاجه، كوبايتين دقيق وعليهم 3 معالق زيت، عليهم معلقتين زبادي وشوية مية دافية ومعلقة خميرة وملح وشوية سكر. حاجة بسيطة يعني. وعجناهم وشايفين العجينة طرية ازاي وحلوة. حلوة قوي يعني، مخدتش حاجة، وقت بسيط. وشكلتها ميني بيتزا صغنونة قوي، ميني قلت لها ميني بيتزا عشان متعودين على ميني بيتزا، مش متعودين على ميني خلية نحل. وعملنا الحشو بتاعها ده جبنة رومي على زيتون، جبنة رومي وفيها زيتون مقصرينها حتت صغيرة وحشيناها جبنة رومي وزيتون. وعملنا حشوة تانية بردك جبنة بيضة خالص، ما فيهاش حاجة تانية معاها. وشوفوا صغنونة وحلوة ازاي، صغننة ومقطقطة كده وحلوة، وكانت عجباني قوي وجميلة قوي يعني. دي اصغر خلية نحل موجودة عندنا على اليوتيوب. فعملناها عشان قلنا نتعشى بيها، تغيير شوية. بس بصراحة طلعت حلوة قوي وجميلة قوي، وشوفوها معايا وطريقتها سهلة وبسيطة. ودي اللي حشيناها جبنة بيضة، حشيناها جبنة بيضة. انا بقى هقولكوا على تكة اتعملت فيها، خلتها حاجة تانية خالص وجميلة قوي. احنا كده شكلناها وخلصنا، وهنحطها تخمر شوية، وبعد ما تخمر هندخلها الفرن وهنسويها. ما خدتش يمكن ربع ساعة في الفرن، ما خدتش حاجة خالص في الفرن، ثواني وخلصت يعني. الجديد بقى عندنا ان احنا اللي هي محشية جبنة بيضة بس، يعني عملنا زي ما يكون صنف حادق وصنف حلو. الميني خلية نحل اللي محشية جبنة رومي بزيتون دي حادقة، حطينا على وشها. دي بقى يا جماعة هي قدامها قدامكم، اما خمرت ودخلت الفرن هي كده كده في الفرن. دي محشية جبنة، دي بقى اللي محشية جبنة رومي وزيتون على وشها سمسم، حطينا على وشها سمسم. دي بعد ما طلعت من الفرن اللي محشية جبنة رومي وزيتون. شايفين الجبنة سايحة منها ازاي، وشايفين صغنونة وحلوة ازاي. شفتوا الميني ميني طالعة على بقي على طول، ميني بيتزا ميني بيتزا. دي ميني خلية نحل، جميلة جدا، صغيرة وحلوة وأمورة كده، عجباني قوي. والتانية دي بقى اللي محشية جبنة بيضة، ودي التكة بتاعتنا. كان عندنا شوية شربات من اللي بنحطه للكنافة والقطايف والحاجات دي. بعد ما طلعت من الفرن على طول دهنا الوش بتاعها بشوية الشربات اللي هو العسل السيرب. شوف خلاها تلمع ازاي وخلى شكلها حلو ازاي، كمان بتدي ميكس في الطعم ما اقولكوش عليه عامل ازاي. يعني ميكس حلو مع حادق كده مع الجبنة، طعمها خطير. جربوها كده بعد ما تطلع من الفرن، ادهنوا وشها بمعلقتين شربات كده لو عندك. بصي شكلها حلو ازاي وبيلمع ازاي. دي بقى بعد ما طلعت متشكلة اهيت، شوفي عاملة ازاي، طرية جدا، تفتحي من جوه وشها بيلمع وطعمها فيه تسكيرة خفيفة ومن جوه طعمها جبنة. جربوها بجد بالطريقة دي هتعجبكم قوي. والتانية كمان دي اللي محشية جبنة رومي وزيتون والجبنة سايحة فيها اهي. وكان عشا بسيط وخفيف مع خلية النحل. شايفين ايه رأيكم؟ انا عمري ما عملت في الفيديو قلت اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس والكلام ده. لو عجبكم حاجتي ممكن تشتركوا عندي بعد اذنكم وتفعلوا الجرس وتتابعونا، فضلا منكم وليس امرا. وشكرا ليكم، مع السلامة.